بهدف جميل سجله النجم المصري مصطفى محمد انهى منتخب مصر الشوط الاول امام منتخب بلجيكا. غلطه كبيره من دي بروين نجم منتخب بلجيكا استغلها مصطفى محمد اللي ضغط وحط الكره من بين رجليه بمهاره كبيره، وصابر على الكره الهداف المصري وحطها ار2 ولا اروع على شمال كورتوا، يتفرج عليها كورتوا وهي بتتهادى داخل الشباك علشان يكون الهدف الاول الجميل لمنتخب مصر. تتقدم مصر على بلجيكا في الشوط الاول 1-0 وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجه. والله منتخبنا المصري شكله فايق النهارده ونجومنا متالقين. ومعانا ومعاكم بعد قليل ملخص الشوط الثاني. ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناه، دايما هتلاقي معانا كل جديد. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني المصري.